أهلا 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 أحبائي في الله، وهنا معكم في لقاء جديد وقصة جديدة وأحداث مشوقة. يتمنى أن هذا النوع من القصص ترقكم وتنال الرضا ديالكم. فبلا ما نطول عليكم، على بركة الله نبداو قصتنا. استقبلت ماما بسرعة وعينيها كانوا غادي ياكلوني. كانت كتشوف فيا شي شوفات لي هي قتالة، كي بحيلة أنا درت شي جريمة اللي هي لا تغتفر، في الوقت اللي انا الحاجه الوحيده اللي درت هو انني قلت ليها انها تحيد من قبالتي. عصبتني بزاف كاع. وعلاش كاع هادشي؟ حيتاش كنت كنتخاصم مع اختي الكبيره. ممكن نقولوا ان ماما ما كيعجبهاش لساني، اولا بالاحرى ما كيعجبهاش اللي كيشعل لساني، في الوقت اللي انا كنشوفو احسن ممتلكاتي واغلى ما عندي. لان بكل صراحه حيتاش هو اللي كيكون عويني وكنوقف به الانسان في حده باش ما يتخطاش حدوده معايا. انا كنآمن بان ماما هي واحد الانسانه اللي هي مزيانه، في اعماق قلبها هي انسانه طيبه، لكن انا ما عمرني نقدر نسمحها على اللي دارته فيا. ان جال هادشي اللي درتيه راه ماشي مقبول، هذا راه تصرف ما مقبولش في اتجاه ماما. هذا كان خويا إليستر. انا ملي سمعت صوتو رجعت وشفت في ماما، لقيتها رسم على وجه واحد الابتسامة اللي هي عريضة، وعلاش لا وهي كتشوف الابن ديالها المفضل وهو كيدافع عليها وفي جنبها كيف القاعدة. فهو الابن الذهبي بالنسبة لها، هو الابن اللي أفعاله كلها على صواب، وبطبيعة الحال هو الابن الأكبر ما بين 5 الأخوات. أليستر هو اللي في الدرجة الثانية باش أنه يتولى المنصب الأب ديالنا، منصب الألفا، وهو نيت اللي تولى من بعد ما توفى الوالد ديالنا، وهو عنده 24 عام. وموراه كاين سيمران 22 عام، وعاد سيمران اللي هي الأخت الكبيرة عليا، ممكن نعتبروها بأنها هي واحد فهي ما خلت حتى راجل إلا وكانت معاه. ممكن أننا نقولوا أنها هي واحد البنت اللي هي عاهرة. طبيعة الحال هادشي في الوقت اللي كانت في الجامعة وقبل ما تلقى بالرفيق الدرب ديالها اولا بالميت ديالها. وعاد جوانا وجان وهما عندهم نفس العمر، عندهم 20 عام، الشيء اللي كيبين انهم هما توينز. وعاد انا انجل 18 عام، فاخوتي كاملين حتى هما عندهم العيوب ديالهم، وهادشي ما كيستثنيش إليستر وسيمران حتى هو، فهو لا يقل لا يقل على الاخت ديالي ايزابيل من ناحيه الافعال ديالو، فحتى هو ما خلى حتى بنت الا وكان معها. اما جوانا فهي واحد البنت اللي ممكن نقولوا عليها انها محبه الحفلات، فيما كانت شي حفله والا وكتلقى رجليها فيها، الشيء اللي خلى الام ديالنا انها تغضب وتاخد منها موقف، خصوصا انها في احدى الحفلات كانت غادي تخسر حياتها وتخسر مستقبلها كله. اما تجان فهو بكل صراحه صراحه هو واحد الفاشل اللي كبير بزاف، ولكن مع هادشي كله هما الافضل، هما احسن مني كاملين. هادشي اللي كيبان ليا من تصرفات الام ديالنا معانا. وكيف كتقول ماما، انا واحد البنت اللي لسانها سليط وقبيح، وعاد واحد البنت اللي خارج السيطرة متمردة. وطبيعة الحال هذا هو الرأي ديال الجميع فيا. انت مالكش دخل في هادشي، ديها في سوق راسك وفي الاشغال المهمة ديالك، لاش حشرني في بيناتنا؟ انا قلتها وعينيا في عين خويا اللي كنحس بيه شويه ويدو غادي يخنقوني، بالرغم من انه كان كيفصل بيناتنا واحد المسافه اللي ماشي بسيطه، ولكن ماشي بزاف. ولقيته واقف قبالتي بجسمه الضخم، هو واحد الشاب اللي شقر وعينو الزرقين كانوا بداو كيلمعوا كيتبدل فيهم الالوان بطبيعه الحال هذا كان نتيجه الغضب. حس بكلام كورتي بالك انجل مع شنو كتقولي، والا فان هادشي غادي يرجع عليك بالبروده. ماما غير شافت الموضوع بدا كيحمى اكثر وهي تجي ما بيناتنا. نتوما دوك الجوج بركه عليكم،
واش ما نسالوش من هاد النقير ديالكم؟ انجل بيتك عافاك. انا غير سمعت كلامها وما عجبني حال، فضميت دراعي اللي عندي وانا نشوف فيهم وانا نقول قيلا راني 18 وما بقاش واجب عليا ولا بزز عليا انني نتبع شنو كتقولوا اولا ندير كل حاجه كتقولوها ليا. طبيعه الحال انك تكون قادر وما يلقاش الاخر بحالاش انه يدخل ليك وانه يتحكم فيك، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف وكتمنحك واحد القوه خاصه. هادشي اللي انا تعلمته في اللي داز من عمري، وانا برا من انني كنت صغيره الا انني ما كنتش كنخلي الاخر انه يتحكم فيا. وعاد دابا راني كنعتبر راسي راشده، فكيف حالاش انني نخليهم انهم يتحكموا فيا؟ ماما شافت فيا بقسوه وعينيها كانوا ما تبديش بلاصتهم، كيف حيلا كتفكر في شي حاجه وانا سمعوا وهي كتقول انجل تصرفاتك بنتي راه ما بقاتش مقبوله نهائيا، وبما انك اعتبرتي راسك راشده فاحنا قررنا اننا نصيفطوك لواحد الباك اخرى. كيفاش واش هما دابا بغاو يبعدوني عليهم، بغاو يتهناو مني، وكانت هذه هي الطريقه السهله والاسهل بالنسبه ليهم ياك يبعدوني عليهم بصفه نهائيه. انا قلبي نغزني وضرني، هما من ديما ما مهتمينش بيا، ديما دايريني غريبه وما فهمتش علاش. دقات قلبي تسارعوا وتشنجات العضلات ديالي. دابا الناس اللي هما خصهم يكونوا قراب ليا في الاساس ويكونوا في جنبي ويحتضنوني هما للاسف اللي بعدوني عليهم، وانا قريبه منهم وعاد دابا زادوا بقاو يبعدوني اكثر وينفيوني كاع من حياتهم. ما عمرهم ما حاولوا انهم يعرفوا شنو كنفكر وشنو كنعيش وشنو الصراعات اللي كناخذها انا بنفسي. لا هما عمرهم ما فكروا فيا. انا شفت فيها وفي خويا بحده وانا نقول كيفاش حتى انكم فكرتوا تبعدوني عليكم؟ واش انا ثقيله عليكم لهذه الدرجه؟ واش انا ماشي وحده منكم؟ انا ماشي بنتك ماما ياك؟ شي بنتك؟ انا قلت لها كلامي والافكار مازال كتدور في راسي. كيفاش انا كنت كنتوقع منهم كل شيء، توقع منهم شتى انواع العقاب والازدراء، ولكن ماشي انهم يبعدوني عليهم. قطع افكاري صوت ماما اللي وصلني وهي كتقول بنتي انجل حنا راه كنحبوك وحنا عائلتك، ولكن بنتي راه تصرفاتك نهائيا ما بقاتش مقبوله انا ضحكوني. واش نتوما بروسكم؟ واش نتوما من كامل عقلكم كتهضروا هكا؟ راه تصرفاتي هي جزء مني، هي انا. كيفاش انكم كتحكموا عليا وكتقولوا تصرفاتي؟ علاه انتوما ما كتشوفوش تصرفاتكم؟ انا قلت كلامي وتسندت على الكرسي اللي كنت جالسه عليه. انا عارفه بانهم ما غاديش يغيروا الراي ديالهم. نهت نهيده عميقه ونقول وشكون هي هاد الباك؟ كنت دغيا نسد هاد الموضوع، ما لي معنى انني نعاود نطولو اكثر من ما هو يستحق. باك الثأر؟ شنو باك الثأر؟ انا غير سمعت هاد جوج كلمات والدم برد في عروقي. هما بغاو يصيفطوني لهاد الباك وحسيت بدقات قلبي شويه وغادي يوقفوا. باك الثأر ماشي واحد الباك اللي هي عاديه، فهاد الباك ماشي كيف باقي لي باك، فهي كتخضع لواحد الشخص اللي هو اقل ما يمكن اننا نقول عليه انه وحش فوق الارض. هو واحد الالفا اللي سمعنا عليه اساطير واقاويل كثيره وحنا صغار، والهضره كتدور عليه في جميع لي باك. الكل كيعرفوا بقساوه قلبه وقوته وكونه شخص عديم الرحمه، فمجرد اسمه كيتذكر الكل كيرتعد. فكيفاش هما فكروا انهم يصيفطوني لذاك الجحيم باك الفا فابيان ناكسن، الالفا اللي كيبغي كلشي يكون خاضع ليه وكلشي يكون تحت السيطره. وعاد دابا هما مصيفطيني باش انه السيطره والكنترول ياك الضبط. بغاو يضبطوني، بغاو يخليوني خاضعه. علاش باينه بغاو يصيفطوني لذاك الالفا
باش يكسرني ويكسر غروري وشخصيتي. بغاو يكسروا الوجود ديالي، ولكن هادشي ما عمرو غادي يكون. انا ما حسيتش براسي وما حسيتش بردة الفعل ديالي، وانا كنغوت وكنقول دابا نتوما من كل عقلكم صيفطيني لعند داك الوحش بقصد انه يكسر غروري وشخصيتي ياك. بغيت انه يمحي الوجود ديالي باخضاعي، ولكن هادشي بين غير انكم مجرد حمقى. حمقى حيتاشكم فكرتوا بهذا الدناءة، ما فكرتوش انكم تقربوا مني عوض ما انكم تصيفطوني الجحيم كيف هذا. ولكن كيأسفني انني غادي نخيب ظنكم. فماما شتايره بقات كتشوف فيا وكنترسم على وجهها واحد ملامح حزينه. هو انا غادي نصدق دوك الملامح؟ دامك انك بيدك سمحتي فيا، ما كاينلاش من دوك الملامح الحزينه. انا قلتها وهي تنوض بالنرفزه وخرجت وخلاتنا غير انا وإليستار اللي جاو جلس قبالتي. بقى كيشوف فيا بعمق بحال انني نطلبهم او لا انني نرغبهم، ولكن ابدا هادشي ما عمرو غادي يكون. هو تنهد تنهيده عميقه ويقول بصوت اللي كان فيه شفقه. كان فيه شفقه. قال لي انجل، حنا راه ما بغيناش اننا نبعدوك علينا، ولكن انت راكي ما خليتيش لينا خيار اخر. وانتي انا قطعت كلامه. إليستار، طبيعة الحال ما عندكمش خيار اخر في الوقت اللي الخيارات كلها كانت قبالتكم، ولكن نتوما اختاريتو الاسهل، وهو انكم تبعدوني عليكم بكل بساطه وتمسحوا يديكم مني تلوحوني. انا نطب نرفزه وضربت بداك الكرسي اللي كنت جالسه عليه ومشيت غادا الفوق. ماشي طالعه حتى كنسمع صوته وهو كيقول غدا وجدي راسك، راه غدا غادي تمشي. بهاد السرعه بغاو انني نغبر عليهم. واخا ماشي مشكل. بقيت غادا طالعه مع الدرج وانا كنفكر في هاد العائله اللي ما عمرهم ما اعتبروني وحده منهم. هادشي اللي انا كنحس بيه. ديما كانوا كيديروا مسافه بيني وبينهم وما حاولوش انهم يتقربوا مني. صباح الصباح وجيت خارجه من البيت ديالي وانا جاره الباكاج ديالي. بطبيعه الحال داك الالفا التافه كانت عندهم لا ليس بالامور اللي انا ممكن انني نجيبهم واللي هما كيسمحوا بها انني انا ناخذها معايا. شي امور اللي هي كتيره. فالحاجه الوحيده اللي كنشوف انه ما بقاش نتدخل فيها هي انني واش نتنفس دابا او لا حتى لشويه، ولا كان ممكن حتى انه كان يغير سميتي. كانت ديك اللائحه واحد اللائحه اللي هي بغيضه بالاوامر اللي جات فيها. ملي وصلت لراس الدروج كنسمع خويا إليستر هو كيقول انجل يلا سربيك. لهاد الدرجه ما بقاوش صابرين عليا. فحتى انا زربت من الخطه ديالي وجيت نازله من دوك الدروج وانا كنضرب داك الباكاج ديالي. ملي وصلت لتحت وبقيت غاده في داك الكولوار الكبير ديال الباك هاوس، شفت العناصر ديال المجموعه ديالنا اغلبيه ديالهم كانوا حاضرين وهما كيشوفوا فيا وانا كنغادر البيت اللي تولدت فيه وتربيت فيه. ولكن دائما ما حسيت فيه براسي غريبه وغير مرغوب فيها. ملي وصلت لحدا الباب الكبير لقيت العائله ديالي كلهم وهما واقفين كيتسناو، ومعاهم حتى ناس اخرين من المجموعه ديالنا كانوا راسمين على وجههم ملامح حزن. ما فهمتش لاش هاد التمثيليه الكبيره. لو كان بصح هاد الحزن كان حقيقي، لو كان ما فكروش انهم يبعدوني عليهم، او بكل بساطه ما كانوش يصيفطوني لعند واحد المجرم، ما يصيفطونيش لديك الباك اللي هي جحيم والباك الارعب ما بين كاع لي باك. انا شفت في ماما اللي كانوا في عينيها الدموع ما فهمت شنو هادشي اللي كيوقع وانا نقول ماما ما تبكيش. علاش كتبكيك؟ هادي غير نتيجه افعالك، اللي كنتي اللي قررتي ونفذتي، فبلا من هاد الدموع التماسيح ديالكم كاملين. ماما هي شهقات وهي تقول هادشي كان ولا بد منه انجل. ما جات ماما تكمل كلامها حتى لقات السند الرسمي ديالها هو جا لجنبها.
طبيعة الحال ما كان من غير إليستر، فهو واحد نهال عنده وبقى كيمرر يدو على ظهرها في الحين اللي هي حطت راسها على صدرو بقات غير كدماه. فهاد الموقف ما عرفت صراحة شكون الأم وشكون الابن. فالأم ديالنا ديما قبلت إليستر كتبان بأنها هي بنته، وأنه هو ديما الأب ديالها في الصدر الحنون ليها. أنا رشت هذاك الوضع ونقول بالنرفزة امتى هادشي ديالكم راه طول، امتى غادي نمشي؟ انجل هضر باحترام، هادشي ديالك راه فات الحد ديالو. هذا كانت هذا كان كلام اختي ايزابيل، حتى هي ما بقاتش صابره عليا اكثر. فانا ما عطيتش اعتبار لكلامها ورجعت هزيت داك الباكاج ديالي وزدت بيه الباب الكبير ديال الباك هاوس. فقبل ما نحل الباب رجعت شفت فيهم وانا نقول ما عرفتش واش ممكن نشوفكم مره اخرى او لا، ولكن على كل نخليكم. فانا كيف حليت الباب كيف لقيت واحد الراجل قبالتي وجهي في وجهه. كان واحد الراجل اللي هو شقر والغرابة شعره كان سود، كان بسواد الليل، وعينو الغرابة أكبر كانوا زرق. هو تراجع شوية للخلف وبقى كيشوف فيا بفضول، ما فهمتش علاش كيشوف فيا بديك الطريقة. وعاد هو كانت رجلته طاغية بجسمه الضخم والقوي. فانا ملي ضيقتني الشوفة ديالو قلت له ياك لاباس شكاين اشقر فاش كتشوف؟ هو دارني كيف حاجه عيله ما كنت حداه اولا كاع ما سمع كلامي. الحاجه الوحيده اللي دار هو انه هز الباكاج ديالي حطو في الكوفر وزاد دار الجهه ديال مقعد السائق. فحتى انا ما كنتش من العاكزين، ما كانش عندي شي حاجه اخرى نديرها، مشيت فجلست في مقعد اللي حدا السائق. اللوطو كانت فيها واحد الرائحه اللي هي ذكوريه بزاف، وعند الكراسه ديالها كان مبشل اللي سود، وكاع التفاصيل اللي كانوا في اللوطو كيبينوا بان اللوطو هي ديال راجل، وكتصرخ بالطبع القوه ديال الملك ديالها. هذا هو اللي كنت انا حاسه. الحاجه الوحيده اللي دارت الفضول ديالي وضحكتني في ديك اللوطو هو واحد الطاق اللي كان معلقها ديال الكلب. صراحه هي الحاجه الوحيده اللي كانت مسليه في ديك اللوطو. اما الباقي كله فانها كتبين بانها واحد اللوطو ديال واحد الشخص اللي معاش اللعب. فبمجرد ما الاشقر طلع ديمارا اللوطو وديمارا وزاد بقوه وسرعه، وحنا في هذا الوقت مازال ما كناش درنا الاحزمه ديالنا، وحتى المكان اللي حنا كنا فيه فراه السرعه فيه ما كانتش كتخطى 40 في الوقت اللي هو كان سايق ب90. وهذا الشيء كيبين بانه واحد السائق اللي متهور. واش كاين شي حد بعقلو كيتمشى بهذه السرعه في مكان كيف حال هذا؟ واش هذا هبيل؟ وعاد بكثرة الزيكزاكات في الطريق، وعاد كثرت ما كيقطع الطريق على الناس. لا هذا ماشي هو هذاك. انا ملي شفتو زاد فيه قتلو واو. راك كتسوق. انا قلتها له في الوقت اللي كنا واحد شويه كنا غادي نجيو معانقين مع واحد اللوط واحده اخرى. معانقين بمعنى احنا كنا غادي نجيو فوقها هي فوقنا. هو بلا ما يشوف فيا ولا يحرك حتى راسو لجهتي سمعتو غير هو كيقول سكتينا. صوتو كان حاد وما فيه حتى اللمحه ديال كلام عادي، وانما كان كلام مجاد وقاسي. وعاد نبرة صوتو كانت واحد الصوت اللي هو رجولي خشن. واصلا وحنا في اللوطو فرجولتو كانت طايه، كان التأثير ديالو غادي يكون واضح على اي انثى كانت معاه. ونفس الشيء كان بالنسبه ليا. فكيفاش ممكن انك تغاضى انك جالس جنب واحد الكم د الرجوله اللي حداك؟ فانا هزيت عيني وشفت فيه ولقيته كيشوف فيا بحده، وانا شوفته حسيت بهم كيخترقوني. فانا ما حسيت براسي غير وانا شدت القبضه ديال يديا ضميتهم لي وبقيت كنشوف غير في الشرجم ديال اللوطو. الو كيشوف فيا بهذه الطريقه هذه؟ انا ما كنطيقش شي حد اللي يشوف فيا بهذه الطريقه وبهذه الحده هذه، خاصه الا كانت هذه النظره من شي راجل.
فانا بعد موعي ضربت برجليا وانا نقول تفو الزمر هادشي اللي بقى ليا دابا. صراحه كلامي ما كانش شي كلام اللي ممكن انك تسمعه، فانا هدرت مع نفسي، ولكن بردة الفعل اللي دار كان باين بانه سمعني. طبيعة الحال علاش لا، هو في الاول وفي الاخر فهو مستأذب، وقوة السمع عندنا فراهي كبيرة بزاف. والشي اللي تأكد ليا بداك العويل اللي صدر منه، فانا غير زدت كمشت على راسي ودرت كيف حيله ما كاين، وبقاو عيني معلقين على الطريق. ولكن ما عندي ما ندير، اللي فيا ما هناني علاه انا كنبقى جالسه زاقيه ولا مديها في سوق راسي ولا الضان جبدوا لي الحل. هادشي اللي عطا الله. فانا من كثرت ما طولت الرحله وغير حنا ساكتين، ما تاني حتى قلت له ايوا، ورا شافي ويقول شنو ايوا، قلت له شحال في عمرك؟ هو شاف فيا بعد نفهم اولا باستنكار وسخافه، كيف حيل زعما راه انا قلت شي حاجه تافهه. هو يقول لي ما لقيتي ما تسولي غير العمر صافي تسالاو لك الهضور. انا شفت فيه وانا نقول له علاش بان لك في السؤال ديالي واحد السؤال اللي هو طبيعي عادي شائع. شنو مثلا بغيتيني نسولك؟ ياك ما بغيتيني نسولك عرفتي خلي داكشي اللي انا كنفكر فيه دابا. فهو غير رجع شاف فيه بحيدته وهو يضغط على ديك البوله شي وكان غادي يطيرها من بلاصتها. ايوا هو اللي كيقلب على هادشي. انا قلت له يا شحال في عمرك؟ قال لك اش هاد السؤال؟ بغيتيني نسولك مع من كنتي البارح بالليل؟ السخيف الاخر. الصراحه عجبني فيه الحال مزيان انني عصبته. داز شويه د الوقت وانا نسمع يقول عندي 26 وانتي؟ بقيت كنشوف فيه واحد شويه وكنفكر بانه كيبان صغر من هذا اللاج اللي هو عطاني. ممكن انني نقول اكثر ما يمكن انه عنده هو 20 عام، ولكن طبيعة الحال هو مستأدب والعمر ما كيبانش علينا بزاف. قلت له انا 18. قلتها وانا زعما راه حاسه براسي بانني راني كبرت خلاص صافي، ولكن للاسف جوابه كسر كاع داك الكبرياء وداك الاحساس اللي كنت كنحس بانني درت عقلي. هو يقول لي راكي باقي طفله. هي ناري اولي على طفله؟ كيفاش انا طفله؟ واش انا بهاد القد قدي ويقول لك طفله؟ فانا ربعت ايدي بنرفزه وانا نقول له شمن طفله علاش كتهضر؟ واش انا قبلتك طفله؟ فهو وقف اللوطو جنبه ويشوف فيا ويقول طبيعة الحال انت راكي مازال كتعتبري طفله. عرفتي الدليل هو ديك النرفزه ديالك على ابسط الامور ونفاض صبرك على شي حاجه اللي هي تافهه وما كتهني حتى كتعطي الانسان خو جوابو. وهادو راهم غير خصايل الصغيره واللي راسهم قاصح. كيف حالك الفاره؟ وسمعي مني شي هضره الصغيره، هضره غير لصالح الالفا ديالنا. ما غاديش يتحمل هاد التصرفات الغبيه منك وهاد السخافات ديالك، فمن الاحسن انك تحسني التصرف حداه وانك تفكري في الامور قبل ما انك ديريها. هذا راه غير الصالح ديالك، والا فانه هو غادي يعرف كيف حالاش يربيك ويخليك تخضعي وتلوحي سلاحك. فانا درت كلامك بحال والو. واخا حنا غادي نشوفو. فهو غير شاف فيا وبقى كيقلب فيا عينيه. دوك العينين عنده ما كيزقاوش كيضلوا كيتقلبوا. واش هادي عنده حل ولا شنو؟ ما قلتي عيب. احنا غادي نشوفو باريم لوبام. انا شفت فيه بعدا نفهم شنو هذا باريم لوبام عاوتاني. واش هي شي اسم دلع مثلا؟ هو غير خنزر فيا ويقول ما تصدعش راسك بهاد الشيء الصغيره، غادي تعرفيه من بعد. عرفتي شنو؟ علاش ما تسكتي شويه تبقاي مهدنا حتى نوصلوا للباك؟ واخا حيت الصراحه راه قدامنا واحد الطريق اللي هي طويله وانتي عاد صراحه يا كتعصبيني وكتوتريني، فخليني عليك. خليك ستريس. راه هو انت مستريسي خلوق. انا الشي كيدور في بالي وانا غير انا رسم على وجهي واحد الضحكه ديال زعما وعاد خليني نزيد لك حاجه اخرى.
الألفا ديالي راه عنده أفكار مختلفة وعنده آراء مختلفة وقواعد مختلفة على القواعد ديالك. انا كنقول لك هادشي باش ما تفاجئيش وانك ما تستغربيش بالامور لانه ممكن انه يديرها لك، فهذا غير تحذير. تعملي به اولا ما تعمليش به، هادشي كيرجع لك. هو كمل كلامو وزاد حرك اللوطو. هذا دابا زعما عند بالو راه عاوني بشي حاجه. ابدي طول الطريق وانا صراحه كنتمنى انني لو كان انني قدرت ندير شي رصاصه في الراس ديال هذا الشقر هذا. وطول الطريق هو غير ساكت وبلا ما نهضروا على السياقه ديالو الزينه. انا كنظن انه ما غاديش يتهنى حتى يدير بينا شي كارثه. انا ما بقيتش قدرت انني نصبر ولا نسكت ولا نقول له اسمع الشقر، عرفتي علاش ما توقف هاد السياقه ديال المرضى النفسيين؟ راه كتبان بحال شي سيكوبات. تقريبا فيما دزتي كتخلي العجاجه والناس من موراك كتنبح وكيغوت ويخاصموا. انا كنقول له هادشي وانا كنشير ليه لواحد اللي كان حدانا كيسوق بواحد الطريقه اللي هي سليمه، وكان خدام الضو ديالو اليسر باش انه يدور، بخلافه هو اللي كان غير مقدم وما عنده كاع قوانين. هو رجع وشاف فيه ويقول على ما كان انك لو كان ما كنتيش سيكوبات، لو كان عائلتك كاع ما تنفض يديها منك وتصيفطك لبلاصه اخرى. هو صراحه كلامو صاب الهدف وما كانتش عندي شي حاجه اللي ممكن انني نقولها له، فبقيت ساكته. هاد الباغي دو كلامو الفض صراحه، كلامو كان كلام اللي كيجرح وعاد شوكاني صراحه. هو رد باله بانه ما جاوبت حتى حاجه. هو يقول ايوا شفتي راكي مازال بنت صغيره والكلام اللي قلته راهو اثر فيك وعاد بين بانه جرحك بزاف. انا ضحكت بسخريه هذا المتكبر هذا وعاد قلت له you are the one who needed a bolt to shoot at me after you got hurt. انا قلت له راه واقيل على ما ظنيت انت اللي كنتي بحاجه للرصاصه باش تجيبها فيا من بعد ما انا جرحتك. انا قلتها له وانا كنشير ليا وليه، فهو بقى غير كيشوف فيا وتسمر ما قال والو. وكيبان لي بانني انا وهذا الشقر ما غاديش نتوافقوا، وكيبان لي بانه على المدى البعيد غادي نكون انا وياك بحال انا وماما وخويا. كنت بان هاد الثلاثي كيخصهم انهم ينشئوا حتى كالثول ديال برمغة انف الملك في الارض. صراحه غادي يكون هاد التسميه مولمه للهدف ديالهم. انا عارفه بانني واحد الشخص اللي صعيب انك تفهمه ولا حتى انك تفهمه، وانني واحد البنت اللي صعبة الميراث، ولكن ماشي مستحيل انك تواصل معايا وتقرب مني. وصراحه حتى واحد ما عذب راسو انه يدير هاد المحاوله، حتى من الام ديالي وخوتي هما الحاجه الوحيده اللي كيديروها هو انهم كيبعدوني عليهم وكيضلوا يعلقوا على التصرفات ديالي. وشحال انني واحد الانسانه اللي حقيده وبارده، ولكن هاد الامور كامل ما كانتش كتهمني مادام هما انهم ما مهتميش انهم يتقربوا مني ومن ديما كيبعدوني عليهم. وانا كنخوض في الافكار ديالي. سمعت هذاك الشقر هو كيقول الفا فابيان قال لنا بان ضروري اننا نوقف في الستاسيون. دابا نزلي وشوفي الا كنت بغيتي تمشي للحمام ولا الا بغيتي تاكل لك شي حاجه خديها. المهم هذه شي حاجه اللي كترجع ليك. انا سمعت هذا الكلام من عند هذاك الشقر وانا نقول بخوف انا بغيت لك يلا سقى لي فيران في داك الفم ما عمرو يتحل مازال. قلتها وانا نيق وجهي. وزاد عاود ديما الطوموبيل وبقينا شادين الطريق. على طول الطريق ما كنحس شي حضاره ولا شي سكينه والو. كانت الطريق كتبان لي انها واحد المنطقه اللي هي ريفيه. على طول الطريق كانوا الاشجار كيزينوها، كانوا باحجام مختلفه والخضره بزاف. الغابه اللي حيطه بالطريق كانت كتبان زوينه بزاف، وكنظن بانها غادي تكون زوينه اكثر بالليل، خصوصا ملي كيكون القمر طالع
وكيكون هو المصدر الوحيد للضوء، غادي يكون واحد الجو اللي هو رائع، خصوصا بداك الظل اللي كيخلفوا ضوء القمر على العلو ديال الاشجار. كتكون واحد الحاجه زوينه الا عشتيها او ليله ديجا شفتيها. انا شخصيا كيعجبني داك الجو. ملي وصلنا داك الستاسيون اللي هضر عليه سمعتو كيقول حسن لك انك دوزي للحمام وتقضي حاجتك، ما فينا من شي حماق في وسط الطريق. الكلام ديالو كان فيه كي بحال حقد، كي بحال كيحمل حقد. انا ما فهمتش شنو درت ليه، مالو كيكرهني لهاد الدرجه؟ واش الباك ديالو هما قبح كي بحالو هكا وما كيتقبلوش الناس؟ شحال انه بارد. انا ما محتاجاش التعليمات ديالك يا اشقر. انا هدرت واستحليت الحزام الامان وانا نزل. انا ملي نزلت من اللوطو بانت ليا الاستراحه والباب ديالها مفتوح، فمشيت قصدها في حين ان الشقر داز لجهه الغازول باش يعمر الخزان ديال اللوطو. انا دخلت لداك الاستراحه كانت عاطيه فيه الريحه ديال الدخان بزاف، وكي بحال ريحه الرطوبه ولا العفن، شي بلاصه اللي ماشي نقيه. انا غير حكيتني فيه داكشي، ديك الريحه ضراتني فيه وانا نفكر واش دا واحد ما كينقي هاد البلاصه. ملي شت لجهه الكونطور لقيت فيه واحد الراجل اللي هو كبير وكان شاد في يدو واحد قرعه ديال الشراب ولحيته طويله، حتى الشعر ديالو كان مطول تقريبا وصل لعنقو، ولكن ما كانش حالته مزيانه، كان كيبان عليه موسخ. سمعتو كيقول اهلا بالزوينه. انا المنظر قززني وصافي قررت انني ما غادي نستعمل لا الحمام ولا شي ماكله غادي نقطع من هنا، غير غادي نوقف هنا شويه نتسنى بين ما داك الشقر يصير الخدمه ديالو. ميمكنش انني نستعمل شي حاجه من هاد البلاصه المعفنه. انا غير رجعت شفت داك الراجل وما عجبنيش وانا نبدل الراي ديالي وانا نخرج. ما لقيت راسي غير عند الباب ولقيت الشقر هو جاي داخل. قال لي على اساس مشيتي انك ندوزي الحمام وتشري لك شي حاجه. انا غير حركت له راسي وفتوزت لجهه اللوطو، مشيت وبقيت كنتسناه انه يرجع. اي بان لي دابا فهمت علاش ما بغيتيش تمشي للحمام ولا تشري شي حاجه. الصوت ديالو كان باين فيه انه ما راقوش داكشي اللي شاف لداخل. انا قلت له كنظن انك ما غاديش تبغي تاخد شي عدوى من هنا، وشاف فيكي بحال انا زايده القرون فوق راسي. من بعد رجعنا خدينا الطريق ديالنا للباك ديال نيكسون، وكانت واحد الرحله اللي هي هادئه وممله شد الملل. شي حد كيحرك فيا يمين شمال نوضني من الحلم اللي كنت فيه ونقول له اشنو واش داكشي. هو غير طفق صبعانه هو يقول لي راه حنا هنا راه وصلنا. ملي سمعته وحليت عينيا مزيان وبقيت كنشوف انا فين. وملي نزلت لقيت راسي قبلت واحد القصر اللي كان كبير بزاف، كان من داك النوع ديال القصور الفيكتوريا، وغير الشوفه فيه كتبين بان هاد الالفا هو الاغنى. هذاك الشقر شاف الذهول ديالي بداك القصر ويقول مثير ياك؟ قلت لي بخيله في وجهك. هو ما عجبوش الحال وجهه رجع احمر، هو غير غادي بفكو كيحركو بقوه. صراحه عجبني الحال ان كلامي دخل لعظامو بقى كيحرقو وهو يقول ما كتسالايش سدي داك الباب ديال اللوطو وزيدي تبعيني. انا غير دورت في عينيا وانا بعدم اهتمام سديت داك اللوطو ومشيت تبعه وحنا طالعين في شي دروج. وكان شي دروج اللي كانت المساحه ديالهم كبيره بزاف. واحد شويه ملي وصلنا للدرجه الثانيه قلت له صبر انت صبر. اما الباكاج ديالنا هو بلا ما يدور عندي قال لي راه شي حد اخر غادي يديهم لفين خصيهم يتحطوا. انا صافي ما بقيت علقت بوالو، غير حركت راسي وانا نتبعو. بقينا غاديين. ملي دخلنا كيتحل داك الباب الكبير ني فيه ضربات فيه واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف. كانت الريحه ديال بحال الريحه ديال العسل مع الريحه ديال الشتا اللي كتكون الشتا طايحه، ديك الريحه مع الريحه ديال العسل. كانت واحد الريحه اللي زوينه بزاف صراحه. تغلغلات لي في ذاتي
وما كرهتش انني نبقى كنشمها على طول النهار، ما بغيتش انها تختفي ديك الريحه، عجبتني بزاف. انا شفت وانا نقول له ريحه زوينه عندكم هنا، هو غير شافيه ويقول ايوا راها ريحتها ريحه الدار. انا هزيت له كتافي في حين انه هو سبقني وانا تابعه. الغريب انني ما شفت واحد من العناصر الباك ديالهم، شي حاجه اللي غريبه. فين هما الناس؟ انا سولته بقلق، هو يقول راه اليوم المفتوح. هادشي علاش انا نسيت صراحه هاد النهار. اليوم المفتوح هو النهار اللي الخارقين كينزلوا فيه للمدن الحضريه، كيمشيو انهم يتقداو او لا انهم يتجولوا في المدن اللي كتكون ممكن انك تقول بانها بحال هي شي رحله للعالم ديال البشر. واخا حتى حنا كنتميو ليهم، ولكن حنا كنعيشوا في مجتمعات خاصه ديالنا بعيده عليهم. واخا هما معيقينش بينا، كيبان لهم غير بحال الا تجمعات سكنيه ولا حضاريه كتجمعهم شي عقيده ولا شي حاجه، ولكن حنا مختلفين عليهم تمام الاختلاف. وفي هذا النهار كيكونوا بزاف المستأذبين، خصوصا اللي ما كتكونش عندهم الزوجه ولا الرفيقه ديالهم، فكيلقاوها فرصه انهم يتسكعوا، يتعرفوا على بنات عاديات ماشي خارقات، يدوزوا معهم وقتهم. وبزاف كيكونوا غير مراهقين هما اللي كيديروا هاد الافعال هذه. وانا كنفكر سمعت داك الشقر كيقول لي واش كتسمعينا ديك الصغيره، كلامو خلاني انني نخرج من الافكار ديالي. هو ملي شاف الشوفه اللي درت فيه هو يقول راه زعما كنت كنهضر معاك وغادي يكون حسن انك تسمعيني. قالها والغضب كان في صوته. انا خليته كيهدو ورجعت عاوتاني تكونسونطريت مع ديك الريحه اللي انا كتجيني قويه. غالبا ان الشقر وقف الهضره ديالو من هذا شويه، حيتاش وليت حسيت بواحد السكون اللي هو طاغي. ورديت لي بال باننا دخلنا لواحد الغرفه اللي هي كانت كبيره بزاف، والحيوط ديالها كانوا باللون الكري، والارضيه كانت بالخشب الاسود. دا كان واحد البيرو اللي كان عجيب، كان حديدي وكان في الوسط ديال الغرفه، ومن موراه كان كاس واحد الراجل اللي كيبان ليا شعرو كحل وطيح ليه على جبهته. كيبان عليه بانه واحد الشخص اللي هو قوي بزاف. وعاد انتبهت بان حتى ديك الريحه كانت قويه بزاف هنايا. داك الراجل اللي كان حاني راسو على شي ورق اللي كانوا عنده على البيرو هز عينو وجاو في عينيا، ونحس واحد الرعشه غمراتني. وانا بقيت غير كنشوف هذاك الراجل وشي شنو اللي كيدور في راسي، شي امور اللي ما فهمتهاش. وانا كنشوف داك الراجل الحاجه اللي كنشوف هي الغضب والقسوه. صور كيدوزو في راسي وكانوا بحال شي موجات، شي صور اللي هي مختلفه. كنشوف غير الاحمر، الحاجه اللي كنقدر نشوف هي الاحمر، الدم، اللون الاحمر ديال الدم، ومخالب ضاغطين في راسي. ودوك المخالب كانوا كلهم ملطخين بالدم. كنسمع جوناثان شكون هادي؟ داك الصوت اللي سمعتو جاني بحال شي صوت ديال شي وحش، ديال شي رير. كان واحد الصوت اللي طاغي عليه الوحشيه. بغض النظر على صوته المروع، كان كيبان واحد الراجل اللي هو وسيم من واحد الدرجه اللي كبيره بلا قياس، بداك الجسم ديالو القوي والعضلات اللي بارزين والفك محفور وعينين اللي هما زرقين لامعين. سمعت الرافق ديالي في الرحله اللي على ما فهمت انه سميتو جوناثان يقول هذه انجل هذا الالفا ديالك جديد، فابيان نيكسون. انا سمعت هذاك الالفا كيقول هذه هي المزعجه والمشاغبه. هو كيقول هو كيتفحصني من راسي للصباعيه. انا شوفته ما عجبونيش، ونقول وانا رسم واحد الضحكه مايله على وجهي ونقول هذه هي. وعاد انت هو الالفا المرعب اللي كيقولوا عليه، ولكن على ما كنشوف ماشي بزاف. فابيان ضحك بسخريه ويقول
احنا غادي نشوفوا حتى اللي انت غادي تبقي على هذا الوضع وعلى هاد التصرفات ديالك، ولكن ما نضمنش انك غتبقي عليهم واحد المده اللي طويله. حتى انا بغضب وبتحدي قلت له احنا غادي نشوفوا. الرجال بجوج عينيهم ولاو كيتفحصوني بفضول، وعينيهم كانوا كيتفحصوني بواحد الطريقه اللي مزعجه. الشيء اللي خلاني انني ما نكونش مرتاحه وانا معاهم، وانا نسمع داك الرجل وهو كيقول شايفه عمرك الصغيره 18، وعاد ما تبقاش تعيط ليا بالصغيره، انا راه ماشي بنت صغيره. هاد الرجال كيخرجوني على طوعي، وعاد السم اللي انا كنحس به تجاههم حسيتو كيتمشى فيا اكتر من دمي. والحاجه اللي بغيت هو انني نطير روسهم من فوق عناقهم. في هاد الوقت هذا فابيان سمعتو كيقول انتي راكي بنت صغيره في عينيا، وعاد شابه عديمه الاحترام، الجروه الصغيره. واش دابا هذا واش هذا شنو غادي نفهم دابا انا من كلامه؟ واش هذا بغى يحمقني؟ انا كنشوف فيه هو كان راسم على وجهه واحد الضحكه اللي هي ديال الشياطين، وقال لك باب. شكون اللي باب هنايا؟ انا بعد ما اذا قلت رد بالك اش كتقول، وهز فيا راسو بنديهاش، وهو يقول لا انتي بنتي ليا ما سهلاش المستأدبة الصغيرة. انا غير بقيت كندور عينيا في البلاصه وما مسوقش ليهم، ما دايرش لهم اعتبار، حدي واقفه. ولكن الصراحه الحضور ديال هذاك الراجل كيخليك انك تستشعر واحد القوه اللي هي كبيره، وبانه كيفرض عليك انك تخضع ليه. كانت القوه ديالو غامضه الصراحه، ولكن انا الغضب ديالي كان كبر، ومره عيني كيمشيو عاوتاني كيجيو فيه. وصراحه كان واحد الرجل اللي هو كامل وجماله طاغي، وانا ما كانش في يدي انني نمنع واحد الاحساس اللي غمرني وانا كنتفحصو بدوري. ولكن الاحساس اللي انا جا في بالي دغيا رفضتو، حيتاش فكرت بان انا عندي الرفيق ديالي في شي بلاصه في هذا العالم وهو كيتسناني، وشي نهار غادي نتلاقاو. ممكنش انني نشوف هذا الوحش بهذه الطريقه هذه. سمعت فابيان هو كيقول ايوا القطيطه خلينا نوريو ليك البيت ديالك. قال هو كيفرنس بطريقه شريره. قلت ليه هي دابا نيت. فابيان خرج وخلى داك الشقر في البيرو وبقى غادي بينا لتحت. كان غادي في شي سلسله ديال الدروج اللي كانوا طوالين، ووصلنا لواحد النقطه ورجعنا درنا وحنا ناخدو واحد السلسله ديال الدروج وحدين اخرين وغادي نلفو. انا بديت الدوخه بقيت شاده على الحاجز ديال الدروج. فابين بقى غادي بينا فواحد الكولوار اللي كان كبير وكان مصبغ باللون الذهبي. كلشي كان في هذا الكولوار باللون الذهبي. وها ضربات في راسي هكاك. هذا الطبق هو اللي هو كينعس فيه، يعني هذا الجناح ديالو، ولكن هو لاش عاطيني يبيت في الجناح ديالو. فابين وقف قبالت واحد الباب ديال الخشب اللي كان واحد الباب اللي هو زوين بزاف، وعاد كانوا نقوش عليه. هو حط يدو على السارود ديال الباب وهو يحلو، هو تبان ليا واحد البيت اللي كانت زوينه بزاف، كتبان كي بحال البيت ديال شي ملكه. الديكور ديالها والمساحه ديالها ما تصلح غير كون انها غرفه ديال الملكه. كان السرير كبير من دوك الاسره ديال الملوك، كان اللحاف ديالو ذهبي مخملي ونفس الشيء الوسيد. وكان واحد البيرو ديال الخشب اللي كان جميل بزاف، كانت عليه واحد ماك بوك، كان عليه اباجور، كان عليه بزاف ديال الحوايج. كيبان عليه بانه البيرو مولاه شي انسان اللي هو مرتب بزاف. وعاد دقور فيه كلشي في البيت، كلشي في البيت كيبعد على الرقي وعلى طرف. كلشي كان فيه زوين بزاف. كانوا 3 البيبان في الغرفة. كان الباب الرئيسي اللي حنا دخلنا فيه، وكان واحد اخر كنظن بانه ديال الحمام غالبا، والثالث فهو ما يكون غير ديال الخزانه. ولكن هاد الريحه طاغيه بزاف، الريحه ديال الشتا وديال العسل. هادي راها باينه بانها بيتو،
انا نقص من بلاصتي درت فيه وانا نقول علاش جبتيني لبيتي ديالك. هو يقول ببساطه حيتاش راكي غادي تجلسي معايا، انتي راكي ديالي. انا غير كنشوف فابيان وعيني تحلو على وسعهم. كيف حالاش ممكن انني انا دابا بربي انا اش وقع مع هذا الراجل؟ واش هو حماق؟ انا ماشي ديالو وما عمرني نكون ديالو. انا شفت فيه بعيد وانا نصدر واحد العويل وانا نقول له هذه راه ماشي شي حاجه ديال الضحك، ديني البيت ديالي يا فابيان. فابيان شاف فيا بعينين فارغه ما فيها حتى احساس، وعاد ولاو رجعوا عينو غماقو بزاف وما حسيت به غير هو شدت القبضه ديالو على فكي وصباعو ضاغطين عليا. بزز علي انني نشوف فيه وما خليش لي الفرصه انني نفلت او لا نحرك راسي باش ما نكونش معاه فاس. هو يقول اسمع الصغيره، عمرك تفوتي معايا الحدود وراه ما تخلقش هذاك اللي كيامرني ويهز صوتو عليا. تعلمي توقفي في حدودك وتعلمي انك تحترميني. وعاد حاجه واحده اخرى، انتي ما عندك حتى حق باش انك تعيطي ليا بسميتي حاف. انا بالنسبه لك الفا، ليك انا الفا. انا تكورت على راسي وبعدت عليه، بعدت على هاد الرجل المخيف. وعاد الصوت ديالو اللي كان كيخلي الرعشه د الخوف غدا في عظامي. هادشي اللي دار هاد الراجل خلاني مشوشه. مره هاني بغيت غير نلصق يدي على وجهه، ومره واحده اخرى كنبغي انني ندير فيه تحفه ما نخلي فيه ما يصلح، ومره اخرى كنبغي نحيد راسو من فوق عنقه. هو خلعني بزاف هذا الراجل، هو كيبعث فيا الرعب وفي نفس الوقت كيخليني منبهره بيه. ما قدرش نفهم انا هاد الاحاسيس اللي غريبه اللي كتنتابني. نقدر نقول بانها طفات بزاف لدرجه انني وليت كنغرق فيهم. طلق عليك البنت، طلق البنت. كنت كنسمع واحد الصوت اللي هو لطيف وحنين. انا تحركت شويه وانا نشوف من فوق كتف فابيان. كانت واحد المراه اللي هي قليله وكانت تقريبا في الثلاثينيات. كنسمع فابيان وهو كيقول بخشونه لارا خرجي لارا. فابيان نيكسون بلا ما تستعمل هاد الطون ديالك معايا، دابا اطلق من البنت. المراه اللي فهمت بان سميتها لارا بقات كتخاصم على فابيان. كانت لواحد المراه اللي هي زوينه وشعرها كان عسلي اللي هو فاتح، وهو غادي يشكل كاسكادي في مورا ظهرها تقريبا فات خصرها. وعاد هي عينيها كتبان كتشبه الفابيان. كنظن بانها كتجي شي حاجه. كنت اذا بحال انها هي ما قدرش انها توقف بزاف، بين بانها راها حامله هادشي علاش كيبان انها وحله في راسها. لارا راني قلت لك راها ديالي، هاد المراه راها ديالي. لحسن الحظ هو كيهضر مع ديك السيده، هو طلق القبضه ديالو من عليا وانا قدرت انني نتنفس وخديت الانفاس ديالي ورجعت لطبيعتي. انا غير حكيت فكي وانا نرجع جمعت يديا لعند صدري وانا نقول له انا ما ديال تحد، انا ما مر ديال تحد. لا راه هزت حجبانها وكتشوف فيا وفي فابيان وهي تقول نيكسون ممكن تشرح اش واقع من بعد. دابا انا خاصني نتفاهم مع المراه ديالي قبل ما نجيب فيها شي دقه. هو حط واحد الابتسامه خبيثه على وجهه. انا قلت له انا ما بغيتش نتفاهم في حتى حاجه، انت اللي هنا كتحاول انك تقول لي بانني خاصني نجلس معاك في البيت ديالك. انا ما بغيتش انني نجلس معاك وما بغيتش انني نعرفك. وعاد اكثر من هذا الشيء كامل انا ماشي المراه ديالك وحنا ما عمرنا غادي نكونوا ميت. انت ماشي الرفيق ديالي وما غاديش تكون. انا قلتها باندفاعيه وبغضب. فابيان ميق فيا وهو يحقق فيا الشوفه مزيان قبل ما يعاود يشدني قسوه. وانا نحس حسيت بدوك الرعشات وهما عاوتاني غاديين مع ذاتي. هو غير حط يدو عليا وانا نحس بهم كامل اخترقوني
وانا نشهق هذاك الاحساس الغريب. لا لا لا، ما يمكنش هادشي يكون بصح. انا كيف حالاش ممكن انني ما ردش البال هادشي في المره الاولى اللي حط عليا يدو؟ كيف حالاش انني ما عطيتش اعتبار لذاك الاحساس السحري اللي كيكون ما بين الرفقاء ملي يديهم كتجي على يد بعض؟ واش الخوف ديالي غادي يكون هو اللي بلوكا كامل هاد الامور، انني ما نحسش بها؟ ولا اولا انا في العمق ديالي رافضه انني نكون رفيقه الوحش كي بحالو؟ واش انت غبيه؟ سمعت فابيان هو كيقولها، قالها هو يطلق دراعي بقوه كي بحال الا شي ميكروب تخلص منه. حسيت بالالم في الوقت اللي هذا التصرف صدر منه، حسيت بقلبي كيتكسر. علاش بقى فيه هذا التصرف؟ علاش ما قدرتش انني نتقبل هذا التصرف منه؟ ولكن نقدر نقول بان هذا الشيء بسبب الرابطه اللي بيناتنا. عدم استيعابي انه رفيقي بطبيعه الحال كان باين بانه نتيجه لانني انا ملي جيت للدار وانا رافضه انني نكون خاضعه ولا نكون تحت السيطره ديال الالفا اللي العائله ديالي مصيفطيني ليه. فهادشي بلوكا كلشي من جهته. ولكن ملي عاد قاسني وقال داك الكلام باش يجرحني، انا حسيت بانه هو الشخص اللي تكتب ليا، وعلى اساس انه هو الرفيق دربي وهو حبيبي، وعلى اساس انه هو اللي غادي يحميني اولا الحامي ديالي. كنسمع ديك المراه عاوتاني كتقول فابيان تعامل بلطف، الا هي بصح المراه ديالك راه كيخصك انك تعاملها احسن من هكا. انا غير سمعت فابيان وهو كيقول حركي عليه دوك الرجلين لبرا، وعاد انا اللي غادي نعلم هاد المراه كيف حالاش انها تصرف تشبين ليا فيها بانها واحد فاره مدلله بلا قياس. طبيعه الحال راه كانت اسباب باش ان العائله ديالها يصيفطوها لهنا، وما صيفطوهاش حيتاش هي كانت الرفيقه ديالي. كلامو البارد ولا مبالي كيف حيلا زعزع ثقتي وزعزع شجاعتي، وحسسني كيف حال الا انا في اي وقت ممكن انني نخلي دموعي انه ميسيلو هو كيشوف فيا هو فرحان بداكشي اللي كيدير فيا. كنت قادره نحس بان بصح الدموع بداو كيتجمعوا في عينيا، ولكن انا واحد البنت اللي قويه وكيخصني نبقى قويه. ما يمكنش انني نتهزم قبالته اولا انني نلوح سلاحي. انا انجل، انا البنت المتمرده، وما غاديش نخلي هذا الالف انه يكسرني. كلامه اللي كان قال كان بان بانه كيعني بانه غادي يعاملني على اساس واحد البنت اللي عائلتها صيفطتها لي باش انه يربيها ويخليها تخضع ويكسر التمرد ديالها، وانه ما غاديش يعاملني على اساس انني رفيقته والانسانه اللي مكتوبه ليه مدى الحياه. سمعت لارا كتقول فابيان غير دير في بالك وما تنساش هي شكون بالنسبه ليك. صوتها كان كيحمل واحد الشفقه، وعاد عينيها كانت فيهم شفقه اكثر. شفتها وهي خارجه وبقيت غير انا وفابيان في واحد حاله صمت. سمعيني، انا راه ما غاديش نفكر بانك راكي رفيقتي، وما غاديش نتعامل معك على اساس انك المراه اللي مكتوبه لي تتعاملي على انك بصح انت رفيقتي، لان التعامل ديالك ما فيش احترام وما كتعطيش القيمه للشخص اللي قبالتك. فسمعيني مزيان، الى مره اخرى فتي حدودك معايا وتعاملتي بعدم احترام فما غاديش تعجبك العواقب وغادي تعاقبي. الصوت ديال فابيان كان واحد الصوت اللي هو متطلب وطاغية عليه نبرة التسلط، الشيء اللي خلاني كي بحال الا ممكن نقول انه واحد الاحساس اللي كي بحال الجبن حسيت به وخلاني انني بغيت انني نتحنى قبالته ونقدم له الاحترام اللي هو كيهضر عليه. ولكن الجانب الاخر مني كان مستحيل انه يخنع او انه يخليه انه يتحكم فيا او لانني حتى نحني لشي حد. عوض ما كنت فكرت انني ندير انحناء خفيفه كفهم الكلام حليت فمي وانا نقول ما يكون غير اللي قلتيها سيدي. هكا خصني نعيط لك مادام انني قطعه من القطع اللي في الملكيه ديالك.
انا كلامي كان فيه برود، وما كانش كيبان ليا فيه بان فيه عصيان لشي قاعده من القواعد اللي هو كان كيهضر عليهم. حتى حسيت به صدر واحد العاوي اللي هو قوي بزاف، وهو يقول شتك زربان على روحك، والعصيان شي حاجه اللي فيك. كنتمنى انك تكوني قد هذاك العقاب اللي كيتسناك. قالها بواحد الصوت اللي بحال شي شخص مريض كيهضر. نبرة صوته المرضية خلات البرودة سرات في دمي، و الهواء اللي كنت كنتنفسو خنقني. ملي حسيت بيه رجع شدني بشدة، وهو غادي بيا جرني، خرج من البيت وبقى غادي بينا في واحد الكولوار. وهو غير ما غادي وكيزيد كيشدد القبضة ديالو عليا. هو اذاني قصحني بزاف، الشي اللي خلاني غير كنصارع انني نخلص يديا منه. كنت كنحس بحال انني فريسه في ايدين شي صياد، كنت بحال شي لقمه في يدو. ما سبقش ليا حسيت بهذا الضعف نهائيا. كنت ديما قويه وكنت ديما كنشوف راسي على الاخرين، حيت شتي واحد ما كان كيقدر انه يقرب ليا، واللي قرب ما كنتش كنخلي فيه علاش يرجع مره اخرى. انا ماشي هكا، انا ماشي بهذا الضعف، انا ديما كنت قويه. في هذه الحاله كنحس بفابيان انه اسد، وبانني مجرد صغير غزال ما بين يدو. فابيان غير ما زاد كيجرني وما مسوقش ابدا انه كيأذيني. ما قدرتش انني نحبس غواتي. صدرت مني واحد الصرخه اللي كانت ناتجه على الالم اللي كنت كنحس به، واللي ما سبقش لي انني عشتو. ما سبقش لي انني تعاملت بهذه الطريقه. حتى خويا ما سبقش لي انه دار معايا هكا، او حتى ماما. الا كاع ساءت الامور بيني وبينهم وانهم عاقبوني، فراه كانت الاوامر انني خصني ندير الاشغال ديال الباك، انني ندير اعمال تنظيف او لا نوالي الكوزينه. هاد الاعمال اللي في نهايه المطاف كنكون كاع ما كنديرها، كنخلي داكشي هكا. فابيان طلقني، بعد منا فابيان. ملي كان غادي يجرني لتحت في الدروج، بقيت انا غير مكاليه على داك البارير ديال الدروج باش نقدر انني نسند راسي. كان واضح عليه بانه كان غادي بيا لمملكه الرعب ديالو، مملكه الالم اللي كيعيشوا الناس، الحاجه اللي هو معروف بها. انا سمعته هو كيقول انا ما غاديش نطلقك، انتي خصك تبداي تتعلمي تحترمي اللي قبالتك. قالها هو كيستر منه عويل. اللي طلق من دراعي رجع شد في شعري، شدو بقى كيجرني بيه. انا ما قدرتش انني نحبس غواتي، فكنت كنشهق وكيصدر مني صراخ، ولكن ماشي شي صراخ اللي هو مسموع بزاف. كنت غير كنشهق. بقى كجرني بشعري حتى مورا داك القصر ديالو البائس. شدني هو يلوحني الارض، وحنا في ديك البلاصه المفتوحه. البرد لبسني كي بحال جلدي. كانت واحد البلاصه اللي هي خايبه مريحه، وكنت كنحس انني واحد البنت اللي متخلى عليها، وانني واحد البنت اللي اهلها نفاوها وبعدوها عليهم وصفتوها للجحيم. شفت فابيان وهو يرجع جرني من يدو ويزيد بليا لواحد البلاصه قريبه من البلاصه اللي كنا فيها، وتما لقينا جوناثان كان تما كيتسنى. كنت بين في بانها مكان التعذيب، وكنت كي بحال شكل مثلث والاصفاد كانوا فيها. كنت كي بحال ديك الوسيله ديال التعذيب اللي متعارف عليها، اللي هي شكل قضبان جوج محطوطين مسندين على الارض. انا تملكني الرعب من داك المشهد. جوناثان كان كيصفد يديا وصفد حتى رجليا. كانوا شاديني مع دوك القضبان الحديديه، وشد حتى واحد الدائره دورها على عنقي هو يسدها. ما جيت نتحرك انني نقيسها حتى انها حرقتني. كان بين بان كانوا دايرين فيها مقاوم الذئاب، واحد الدول اللي كيتستعمل ضد المستأذبين.
انا غير كنشوف فيه هو كيصفدني وانا نقول اش هادشي، اش راكم سالين، شاد الحماق هذا. انا كنقولها وكنحاول انني نحيد من القبضه ديالهم ومنعهم انهم يسدوا رجليا. الشيء اللي خلاني غير نتأذى اكثر، حيتاش باش ما انا كنتحرك ودوك الاصفاد كيقيسوا في جلدي وهما كيحرقوني، فكان كيخصني انني نبقى ثابته. هذوك الاصفاد راهم ممسوحين بمقاوم مستأدبين. كنسمع فابيانو هو كيقولها بواحد نبرة سادية، واش هو بغى يقتلني؟ راه ما كاينش اللي كيكون، ما كاينش اللي كيقدر انه يقاوم هاد السم. هذا راه سم ضد المستأدبين وهو كيقضي علينا. كيف حالاش انهم يصفدوني بالاصفاد اللي هما غطوهم كامل بداك السم؟ انا شفت فيه بعدم التصديق وانا نقول له ما يمكنش لك انك تكون جاد في هذا الشيء، ما يمكنش لك انك تكون في وعيك، وما يمكنش انك تكون صادق. كيف حالاش انك ممكن تخليني مصفده بهذا السم هذا؟ للاسف الصغيره هذا الشيء راه واقع وحقيقي، وانا جاد في انني نعاود نربيك، وغادي تبقاي مصفده بهذا الاصفاد حتى وكان تراجعي راسك وتحرمي انك تكسري مازال شي قاعده من القواعد ديالي. عافاك فابيان، عافاك، مديرش فيها هكا، عافاك فابيان. انا كنغوت وكنقولها له وانا كنشوفهم كيزيروا الشده في دوك السلاسل. كان عليك انك تردي بالك شنو كتخرجي من فمك. قالوا هو يطلق جوناثان من دوك السلاسل، الشي اللي خلى دوك الاصفاد انهم يجيو على الحمي وكانوا كيحرقوني. حسيت براسي انني ضغط، وداك الحريق كنحسو انا غير كنين. كيف حالاش انه قدر يكون رفيقي ويبقى كيتفرج عليه وانا كنتعذب وهو كيحرقني بيدو؟ واش هو بصح الشخص اللي على اساس انه كينفذتني باش يحميني، باش يكون هو السند ديالي؟ دابا واش هو اللي كيدير فيا هكا؟ هو اللي حابسني ودير ليا الاصفاد في يديا ورجليا، وحتى عنقي دار فيه الاصفاد، وماشي حتى شي اصفاد اللي هي عاديه، اصفاد اللي هي مسمومه. هادشي كيخلي كاع الامور اللي كنت سمعتها عليه قبل ما بقاتش مجرد اقاويل اللي كدور ما بين لي باك. هادشي كيخلي الاقاويل والشائعات اللي كنت كنسمع عليها ما بقاتش مجرد كلام في الهواء. هو بصح وحش، هو بصح عديم رحمه، هو بصح شيطان، ولكن غير هو ظنو غادي يخيب. انا هو الا ما مسوقش ليا وما اعتبرنيش رفيقته، حتى انا غادي نديرو كي بحيله كاع ما تلاقيتو، وبانه غريب وغادي يبقى غريب، وانا ما عمرني غادي نسمح له على هادشي، وما غاديش نخليه انه يوصل للمبتغى ديالو. انا انجل، انا البنت المتمرده، انا البنت التلقائيه اللي ماشي متصنعه، واللي فكرت فيها واللي في قلبي كنقولها، وانا ما عمري ما غادي نتغير، وحتى واحد ما غادي يكسرني. هنا سالا الجزء ديالنا احبائي، كنضرب لكم موعد جديد في جزء جديد، فحتى لذاك الحين كنتمنى لكم اوقات سعيده وتحيه طيبه لكم. سلامه.